ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بعد الحلقه اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها عن الغسولات المناسبه لكل نوع من انواع البشره، وعرضت لكم الانواع اللي موجوده حوالينا، اللي موجوده تقدروا تشتروها من الصيدليات او الهايبرات، يعني حاجات مش من بره ولا حاجه. جات لي رسائل ان احنا عايزين نتكلم عن كل نوع من انواع البشره باستفاضه شويه، الروتين الكامل لكل نوع من انواع البشره. فكرت في الفكره وقلت طب خلاص خلينا نبتدي النهارده كده ونشوف هل الموضوع هيبقى كويس معاكم ولا لا، ونبدا نتكلم النهارده عن العنايه بالبشره الدهنيه. البشره الدهنيه طبعا زي ما احنا عارفين هي من اصعب البشرات اللي الواحد بيقدر يتعامل معاها، ولازم تعملي كنترول عليها علشان ما تاثرش على الميك اب بتاعك وعلى نفسيتك، ان انت بتبقي حاسه ان بشرتك على طول بتلمع وعلى طول مزيته وبتبقى مضايقاكي قوي في الحر. فاحنا هنتكلم عنها كده باستفاضه شويه، هنتكلم ازاي نعتني بيها، الكريمات والماسكات اللي ممكن نعملها وتقلل من افراز الدهون. ازاي في الاول اعرف ان بشرتي مختلطه، او ازاي بنتاكد ان البشره بتاعتنا دي بشره بشره دهنيه. البشره الدهنيه بيبقى ليها كذا ميزه بتميزها. اول ميزه فيها او اول صفه بنقدر بيها نحكم ان فعلا البشره دي دهنيه هي وجود الملمس الزيتي اللامع للبشره نتيجه افراز الدهون الزياده. فدايما بتحسي ان البشره بتاعتك مزيته، زائد ان هي معظم البشرات اللي بتبقى بالمنظر ده للاسف بيبقى فيها حبوب نتيجه تعرض البشره للتراب وللهواء مع وجود الماده الزيتيه دي، فبتبدا انها تلم شوائب وبكتيريا وفيروسات وحاجات كتيره كده، فبتبدا تترجم لحبوب، وكمان بتتكون معاها رؤوس سوداء ورؤوس بيضاء بسرعة جدا جدا نتيجة الافرازات الدهنية دي. وطبعا بيبقى شكلها من بره بيلمع، يعني حتى لو الجو ناشف مفهوش رطوبة مفهوش حرارة عالية مفهوش عرق، لا بنحس ان اصحاب البشرة الدهنية وصاحبات البشرة الدهنية دايما بشرتهم واحنا جايين عليهم كده من بعيد فيها لمعة، ودايما بيعملوا كده ويعملوا كده عشان يشيلوا اللمعة الزيادة، لان معظمها بيتكون في منطقة المناخير ومنطقة الدقن. واخر حاجة بتميزها ان المسام بتاعتها بتبقى مفتوحة بشكل واسع وظهر قوي في الوش، وده بيعمل منظر بيضايق اصحاب البشره الدهنيه، وبيبقى في الوش شكله مش حلو. لما بتجتمع الصفات دي بنعرف ان البشره دي دهنيه. يعني ايه دهنيه؟ يعني افرازات الغدد الدهنيه فيها بتبقى بزياده شويه، فده اللي بيسبب وجود طبقه الدهون او طبقه الزيت اللي بتدي لمعه للبشره، بتسبب المشاكل البشره دي. فاذا احنا المطلوب مننا في الروتين بتاعنا ان احنا نعمل كنترول على الكميه دي. طبعا مستحيل هتقدري ان انت تحجمي الغده انها تفرز الزيوت دي، او تحكمي الوش انه يفرز الزيوت الدهنيه دي للوش دي. بس اللي احنا بنقدر نعمله ان احنا بنستخدم المواد دي بتسحب الدهون والافرازات الزياده، فبالتالي الدنيا بتبدا تتظبط معانا، واللوك بتاع البشره بيبدا يتحسن وبيبقى حلو، وبالتالي والحبوب بتقل والرؤوس السوداء بتقل وكده. ده بيحصل ازاي؟ ده بيحصل لما بنعمل الروتين الصح للبشره الدهنيه. طب ايه هو الروتين الصح للبشره الدهنيه؟ البشره الدهنيه زي ما قلنا احنا لازم نهتم بنظافتها كويس جدا جدا جدا، فبالتالي احنا علشان نحافظ على نقطة ان ما يكونش دايما فيها دهون او زيوت زيادة لازم تتغسل من 2 ل 3 مرات في اليوم. 2 ل 3 مرات في اليوم، مش نحط مية، لا تتغسل. يعني تستخدمي صابون او تستخدمي الغسول بتاع البشرة الدهنية بتاعك من 2 ل 3 مرات في اليوم. وزي ما اتفقنا في الحلقه بتاعه الغسولات ان انت هتغسلي وشك بالميه، وبعدين هتبداي توزعي الغسول، وبعدين هتبداي تحطيه على البشره وتعملي زي كده مساج للبشره مده ما تقلش عن 30 ثانيه، عشان تبداي تحسي بان الماده المنظفه اللي موجوده في الغسول بتاعك بدات تمتص الزيوت والافرازات الدهنيه الزياده. بعد كده بتغسلي وشك بميه بارده عشان تقفلي المسام بتاعه البشره بتاعتك. يبقى اول حاجة لازم البشرة تتغسل من 2 ل 3 مرات في اليوم. الحاجة التانية لازم نعمل لها ماسكات تقشير من 2 ل 3 في الاسبوع. يعني يستحسن ان انت يوم ويوم تعملي ماسك للبشرة الدهنية، بحيث ان انت تخلصي اول باول على الافرازات الدهنية الزيادة اللي موجودة في البشرة، فتقدري تخلي اللوك بتاع بشرتك حلو، متبقيش انت متضايقة منه. تالت حاجة لما نيجي نستخدم اي مستحضرات تجميل لازم تكون خاصه بالبشره الدهنيه، لازم تركزي وتتاكدي كويس قوي انها خاصه بالبشره الدهنيه.
معظم المستحضرات الخاصه بالبشره الدهنيه يعني انت لازم لما تيجي تقري المكونات بتاعتها حاولي ان انت يكون فيها ماده من الثلاثه او الثلاث مواد اللي احنا هنقول عليهم دول. اول حاجه الماده اللي احنا بنتكلم فيها وهي اهم ماده موجوده للبشره الدهنيه اسمها كيبروكسيد البنزويل. تمام. الماده الثانيه هي اتكلمنا عليها قبل كده لما كنا بنتكلم عن السيرم بتاع اورديناري وهي حمض الجلايكوليك، والماده الثالثه هي حمض السلسليك. الثلاث مواد دول مجتمعين بيعملوا ايه؟ بيمتصوا كل الافرازات الدهنيه الزياده الموجوده في البشره، بينظفوا مسام البشره بعمق كويس جدا جدا جدا، فبالتالي انت لو بشرتك فيها اتربه وبقايا من الهواء جوه المسام هتتنظف بعمق وهتطلع. ثالث حاجه ودي اهم حاجه ان هي بتقلل من حجم المسام اللي في البشره، فبالتالي تجميعة التراب او افراز الزيوت بيبدا يقل كده دايركت لانك قفلتي المسام وقضيتي على حته ان انت المسام المفتوحه فيها تراب كتير وفي نفس الوقت مفتوحه فهتفرز زيوت كتير، لا انت خلاص قضيتي على القصه دي. فحاولي دايما ان انت وانت بتستخدمي الكريمات يكون فيها الثلاث مواد دول او على الاقل ماده واحده فيهم، واهم حاجه زي ما قلنا انها تكون مستحضرات خاصه بالبشره الدهنيه. دي اهم 3 خطوات في روتين العنايه بالبشره بتاعتنا. اول خطوه اللي هي المنظفات اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت وهحط لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس علشان البنات صاحبات البشره الدهنيه يقدروا يعالجوا الغسولات المناسبه ليهم، وهفكركم بالغسولين اللي انا رشحتهم في الاخر اللي هم الكوري واللي دلوقتي معظمه موجود في المحلات بتاعه مستحضرات التجميل، وهو 3W كلينيك اللي كان ب الحلزون اللي لونه اخضر، وكمان عندنا فارم ستاي بالشاي الاخضر. الاثنين غسول دول ممتازين 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 للبشره الدهنيه، لو متوفرين انا برشحهم. ريت الاسعار بتاعهم متوسط وبيحافظوا على البشره الدهنيه وفعلا بيخلصوكي تماما من الدهون الزياده، وبتحسي فرق فعلا في بشرتك بعد استخدامهم ان المسام بقت ضيقه، افراز الدهون بيقل، وتكون الرؤوس البيضاء والسوداء والحبوب بيقل تماما. الخطوه اللي بعد كده هي خطوه الماسكات. الماسكات بتاعتنا زي ما قلنا هنستخدمها من 2 ل 3 في الاسبوع، يفضل لو يوم ويوم يعني 3 مرات في الاسبوع، هتحسي فعلا بفرق جامد. في طبعا ماسكات جاهزه بنشتريها وفي ماسكات هنعملها في البيت، محضره لكم برده 3 وصفات كده نقدر نعملهم في البيت. هنتكلم الاول عن الماسكات الجاهزه والصور بتاعتها برده هتبان لكم. اول ماسك عندنا الماسك بتاع لوريال اللي هو بالطمي الاسود، وعندنا كمان الماسك بتاع لوريال بالطمي الاخضر. ميزه الماسكين دول ان هما يعني انا بالنسبه لي انا واحده بشره جافه او بشره عاديه حادين قوي على البشره، الحده بتاعتهم دي بتتمثل في ايه؟ في امتصاصهم الجامد قوي لكل الزيوت الموجوده في البشره، فبالتالي صاحبات البشره الدهنيه هيستفيدوا منه جدا 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 ان هو يخلصهم من كل الدهون الزياده. في عندنا كمان بيزلين اللي هو هيبان دلوقتي لونه ازرق كده، ماسك الصلصال. الصلصال اللي فيه مادة منقية للبشرة بتشيل الشوائب والدهون وكمان بتنظف مسام البشرة بعمق، ففعلا بتحسي بتحسن جامد. ده يعني سعرهم الى حد ما متقارب، بس بيزلين انا برشحه طبعا اكتر من لوريال، لكن لو انت مش هتجيبي بيزلين لوريال جميل مفيش منه اي مشكلة. الماسك البيست سيلر على مستوى العالم تقريبا للبشره الدهنيه هو ماسك الازاتيك. ماسك الازاتيك ده هو واخد ريت عالي جدا في كل الجروبات اللي بتبيعه، في كل السيطات اللي بتبيعه، وده عباره عن ماسك طمي بيتخلط بميه بتبداي توزعيه على بشرتك. نتيجته ممتازه جدا جدا لاصحاب البشره الدهنيه والبشره المختلطه، يحطوه في اماكن التكون بتاعه الزيوت والدهون. اصحاب البشره الجافه والعاديه لو استخدموه للاسف في ناس بتتحسس منه، وفي ناس كمان بشرتها بتجف جامد جدا، فهو لا هو ممتاز لاصحاب البشره الدهنيه او المختلطه. عندنا كمان الشيت ماسك. الشيت ماسك ده بيبقى عباره عن حاجه زي المنديل كده، وبيبقى فيه مكان للعين والمناخير والبق، الفتحات بتاعه الوش، وبيبقى فيه المنديل ده بيبقى فيه ماده، الماده دي بتبقى بمستخلصات معينه مناسبه لكل انواع البشره. عندنا فارم ستاي منزله منه نوع بالشاي الاخضر، حلو جدا ممتاز، بتحطيه على بشرتك بعد تنظيفها وبتسيبيه من 15 ل 20 دقيقه، وبعد كده بتشيلي الشيت ماسك وبتغسلي وشك بميه بارده. ده انا بعتبر الشيت ماسك عموما ده منقذ في المناسبات، ان انت لو جاتلك خروجه فجاه حاسه ان بشرتك شحبه ومش قادره ان انت تظبطي ان انت تعملي لها سكراب او كده، اغسلي بشرتك وحطي الشيت ماسك، فعلا هيفرق معاكي جامد. جربوا الشيت ماسك بتاع فارم ستاي ده، سعره قليل كان 35 25 في الريت ده، وفعلا نتيجته بتفرق بصراحه جدا في البشره.
عندنا كمان ماسك توني مولي بالبيض، هو دلوقتي يعني ما بقاش موجود كتير في مصر، بس هو فعلا حلو جدا للبشرة الدهنية. تأثيره على البشرة حلو من غير ما تخافي ان هو يعمل حساسية. يعني مثلا الماسك بتاع الطمي بتاع لوريال ساعات في ناس بتهرش شوية بعد ما بتشيله، نتيجة زي ما قلت لكم ان هو حاد كده وبيمتص الزيوت. ماسك توني مولي بالبيض حلو جدا جدا، مش بيعمل بقى التأثير ده، يعني بيخلصك من الدهون ومش بيعمل التأثير ده، فدي حاجة ظريفة قوي فيه يعني. وعندنا اخر حاجة ماسك باليا بالفحم او ماسكات الفحم عموما، حلوة جدا للبشرة الدهنية وحلوة عموما لكل البشرات. بنستخدمها على منطقة المناخير ومنطقة الدقن علشان نشيل الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء. فهم بصراحة يعني ماسك الفحم انا بحب استخدم الماسك الكوري بتاع الفحم او ماسك باليا بتاع الفحم. وباليا كمان مش منزله بس الماسك ده، منزله شيتات كمان صغيره كده يدوب على قد المنطقه دي، بتتحط لازقه كده وشويه وبتتشال. دي الماسكات الجاهزه اللي تقدري ان انت تشتريها من الصيدليه او تشتريها من اي ستور جنبك او اونلاين وتعمليها للبشره الدهنيه. طيب لو احنا مش عايزين اصلا نشتري وبنحب نعمل كده حاجات في البيت ونجرب بايدينا، انا محضره لكم 3 ماسكات زي ما قلت لكم. اول ماسك محضره لكم هيكون ماسك لغلق المسام بتاعه الوش، وهو عباره عن ماسك القرفه والعسل. الماسكات اللي انا بكلمكم فيها دي خلاصه تجارب ناس كتير، قريت عنها كتير جدا جدا وجبتها لكم من كذا مكان. طبعا بالنسبه لي ما جربتهاش لان انا بشرتي مش دهنيه، بس دي بناء على ريفيوهات البنات، فخدوها ثقه واستخدموها. ماسك العسل والقرفه هنعمله ازاي؟ قلنا ده بيغلق مسام البشره. هنعمله ازاي؟ عباره عن معلقه كبيره من بودره القرفه، البودره المطحونه بتاعه القرفه هتجيبيها من عند العطار، او هتفتحي البواكي بتاعه القرفه بتاعه ازيس اللي بنستخدمها في كباكت كده عادي، افتحي لك 2 مثلا وعايري بيهم كده ان هي تبقى معلقه كبيره، وحطي قصادها زيها معلقه كبيره عصير ليمون. عصير الليمون بيبقى هدفه طبعا هنا ان هو يشيل الدهون الزياده. ممنوع استخدام عصير الليمون للناس اللي بشرتها حساسه، وكمان الناس اللي بشرتها جافه هينشفها اكتر، فبلاش. خلي الوصفات بتاعه البشره الدهنيه للبشره الدهنيه، ولما نتكلم عن البشره الجافه هنقول ماسكاتها. فانت دلوقتي هتجيبي معلقه كبيره من العسل، معلقه كبيره من بودره القرفه، معلقه كبيره من عصير الليمون، ومعاهم معلقه كبيره من العسل. هتخلطي المكونات دي كويس قوي 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 وتقلبيها. هتغسلي وشك كويس قوي بالمنظف بتاعك. بعد كده هتوزعي الماسك ده وهتستني بيه تلت ساعه. بعد تلت ساعه هتغسلي بشرتك بميه ساقعه عشان تقفلي المسام، وكده هيبقى الماسك خلاص خلص وغسلتيه. البشره هتبداي تحسي انها اتشدت شويه، العسل هيدي صفاء كده ونضاره للبشره، والقرفه مع الليمون هيروحوا قافلين المسام، والقرفه هتنشط الدوره الدمويه في الوش، فهتحسي ان في التوريده في الخدود بتاعتك، وكمان المسام اتقفلت. الوصفه دي حلوه جدا، تقدري تستخدميها لغايه 4 مرات في الاسبوع ونتيجتها ممتازه وبتبان من اول مره، يعني من اول اسبوع. الوصفة التانية وصفة للنضارة بتاعة البشرة الدهنية، عبارة عن ايه؟ عبارة عن ماسك الشوكولاتة والشوفان والزبادي. طبعا الشوكولاتة استنوا اصبروا عليا، مش هتبقى الشوكولاتة بار دي اللي هي اصلا فيها زيت، لا، احنا هنجيب معلقه صغيره من بودره الكاكاو الخام اللي هي من غير سكر، بودره كاكاو خام بتجيبيها برده من عند العطار، وهتحطي عليها معلقتين صغيرين من الزبادي، وهتحطي عليها معلقه صغيره من العسل الابيض، ومعلقه كبيره شوفان مطحون. اول حاجه هتعمليها هتخلطي الكاكاو مع الزبادي وتقلبيه كويس، وبعد كده هتحطي الشوفان المطحون وهتحطي العسل وهتقلبي. لو حسيتي ان القوام تقيل، الشوفان تقله قوي وهيبقى صعب ان هو يتفرد على البشره، زوديه وخففيه بميه الورد. طبعا ميه الورد ما فيش منها خوف خالص يعني. وهتغسلي برده بشرتك بالغسول بتاعك، وهتبداي توزعي الماسك. وبعد تلت ساعه لما الماسك ينشف خالص كده، حطيه بقى من ربع لتلت ساعه او لغايه لما الماسك ينشف خالص، هتبداي تعملي فرك خفيف بحركات دائريه كده من تحت لفوق، كأن انت بتعملي مساج للبشره. الفرك اللي انت بتعمليه ده هيعمل توريد ونضاره في البشره، ولو في برده جلد ميت هيشيله. تقدري تستخدمي الوصفه دي 3 مرات في الاسبوع، يعني يوم ويوم مثلا، برده نتيجتها حلوه جدا وبتبان معاكي على طول من اول اسبوع. تالت وصفه عندنا هتبقى
للتقشير البشره، لو انت عايزه تعملي بقى سكرابنج عشان تشيلي الجلد الميت وتدي كده نضاره والبشره بتاعتك تبقى صافيه. هو ماسك العدس الاصفر والعسل. هتجيبي معلقه كبيره عدس اصفر مطحون، وهتحطي عليه معلقه كبيره عسل ابيض، وعليه معلقه كبيره من اللبن، وهتبداي ان انت تقلبيه كويس قوي 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 لغايه لما كله يختلط ببعضه. حسيتي ان هو تقيل، معلش زودي كمان اللبن شويه. وبرده هنغسل البشره بتاعتنا وهنحطه على بشرتنا، بس اول ما نحطه بقى نبدا نعمل مساج 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 كويس قوي 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 قوي. ويا سلام بقى لو خدتي الرقبه كده معاكي كده من تحت لفوق من تحت لفوق، بالخدود، بحوالين العينين، بفوق عند الجبين. بعد ما تخلصي المساج بتاعك سيبيه على البشره يهدى خالص وينشف خالص. بعد ما نشف افركي تاني ونزلي الزياده بقى من العدس، هتلاقيه بينزل كده كتل صغننه، نزليه وبعدين ابداي بقى اغسلي وشك تاني بميه فتره او ميه بارده عشان تقفلي المسام. برضو النتيجه هتبقى تحفه تحفه تحفه. كده احنا اتكلمنا عن الغسول واتكلمنا عن الماسكات بتاعتنا. عايزين بقى نتكلم عن الكريمات هنتكلم عليها كده بطريقه سريعه. هرشح لكم كام كريم، وبعد كده ممكن نعمل حلقه عن كل كريم نتكلم عن مكوناته وفايدته. من اهم واحلى الكريمات للبشره الدهنيه واللي فعلا جابت نتيجه، والبنات بيجيبوها يعني دايما بيجيبوها وبيشكروا لي فيها، نيتروجينا منزله كريم اسمه هايدرو بوست. هو ووتر جل، بيبقى جل. مبدئيا البشره الدهنيه لو عرفتي ان انت تجيبي لها كل الكريمات بتاعتها جل هتريحك قوي في الامتصاص، وهتبقى ظريفه جدا، لانها اولا مش الكريمات بيبقى فيها ماده زيتيه فدي مش تبقى موجوده فيها، والجل بيبقى سريع الامتصاص فهتحسي بطراوه على البشره، وفي نفس الوقت مفيش ملمس دهني خالص اللي هو بتاع الكريمات. فنيتروجينا منزله كريم جل اسمه هايدرو بوست ووتر جل. ده حلو جدا 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 وجميل قوي للبشره الدهنيه. وكمان عندنا في الكوري عندنا لانيج اللي هي بتاعت سكراب الشفايف، اشهر حاجه فيها. منزله برضو كريم جل اسمه ووتر بانك هايدرو كريم جل برضو، ده جميل برضو للبشره الدهنيه. وكمان عندنا سيرافي بالهيالورونيك اسيد برضو تحفه جدا. وعندنا كمان ايفروشي منزله واحد اسمه ايفكلور مات انتي شاين، ده للبشره الدهنيه، ده برضو رائع جدا 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 جدا. بالنسبه لي عندنا اللي هو نيتروجينا هايدرو بوست ووتر جل، ده السعر بتاعه متوسط وحلو. في كمان منتج مصري او كريم مصري شكروا فيه، شفت ريفيوهات ليه بس ما حدش عندي بصفه شخصيه جربه، لكن انا من ريفيوهات البنات قلت ارشحه لكم لان هو سعره برضو حوالي 140 جنيه. اسمه شان جل ده المفروض ان هو البشره الدهنيه وموجود في الصيدليات. حاولوا بقى ان انتوا تجربوه وشوفوا، لو حد جربه ولقى نتيجته حلوه يا ريت يكتب لنا. وكده يبقى احنا ظبطنا البشره الدهنيه واتكلمنا عنها بسرعه. انا بحاول ان انا اتكلم بسرعه عشان الفيديو ما يطولش، بحاول ما اكررش الكلام، فمعلش سامحوني. خليكم ورايا كده بالورقه والقلم واكتبوا. اي واحده فيكم جربت غسول، جربت ماسك بتعمله بايديها، جربت ماسك بتشتريه من الصيدليه من بره او من اي مكان، جربت كريم حلو للبشره الدهنيه، يا ريت تكتب لنا عشان كلنا نستفيد. وان شاء الله باذن الله المره الجايه نتكلم عن نوع تاني من انواع البشره. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، واشوفكم مره تانيه على خير ان شاء الله.